حبايبنا طلبة تالتة اعدادي، في الفيديو ده هلم لك اهم الباراجرافات اللي موجودة عندك في المنهج. طبعا احنا عارفين المنهج عندنا فيه مواضيع كتيرة جدا، فانا لخصت لك اهم 6 مواضيع في المنهج عندنا بحيث ان هم يمشوا مع اكتر من 20 موضوع. يعني انت بعد المواضيع دي غالبا مش هتحتاج حاجة تانية، هتستخدم واحد منهم في الامتحان. تعال نشوف مع بعض عندنا المواضيع دي بتتكلم عن ايه. عندنا هنا اول موضوع قال لك اتكلم عن السيلف ديسكفري، اكتشاف الذات، او قال لك اتكلم عن يور بيرسونال ايدنتي، هويه الشخصيه بتاعتك، او قال لك اتكلم عن الاونستي، الامانه، او السيلف كونفيدنت، الثقه في الذات او الثقه في النفس، او اتكلم عن الفاليوز ان لايف، القيم في الحياه. فعندنا الموضوع ده هيمشي معاهم كلهم. الموضوع بيتكلم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك I am a student in prep 3، انا طالب في ثالثه اعدادي، and I learn new things، وانا بتعلم اشياء جديده. about myself every day، بتعلم حاجات جديدة عن نفسي كل يوم. I know my name، أنا الحمد لله عارف اسمي. my family، أسرتي. and the things I like to do، والحاجات اللي أنا بحب إن أنا أعملها. I like playing، بحب اللعب، طبعا أنتوا بتحب اللعب زي عينيكوا. learning، التعلم. and helping my friends، ومساعدة أصدقائي. I try to be honest، بحاول ان انا اكون صادق او امين. and always tell the truth، ودايما اقول التروث، الحقيقة. because honesty، لان الاونستي، الامانة او الصدق is an important value in life، لان الامانة او الصدق هي قيمة مهمة في الحياة. when I make a mistake، لما بعمل غلطة I say sorry، عادي ان احنا نقول ايه؟ اسفين، بقول اسف. and try again، وحاول مرة تانية. I feel happy when I do the right thing، وبحس ان انا سعيد لما بعمل الشيء الصحيح او بعمل حاجة صح. I am learning to be self-confident، بتعلم ان انا اكون واثق في نفسي. and believe in myself، واؤمن بنفسي او اصدق نفسي او اكون واثق في نفسي. I know that I can do many things، انا عارف ان انا اقدر اعمل اشياء كتيرة. if I try، بس لو انا حاولت. and do my best، وان انا do my best يعني ابذل قصارى جهدي. My parents and teachers، الوالدية والمدرسين teach me good values، بيعلموني قيم كويسة. like kindness، زي الطيبة. respect، الاحترام. and helping others، ومساعدة الآخرين. These values، هذه القيم help me become a good person، هذه القيم بتساعدني ان انا اعمل ايه؟ ان انا become a good person، ان انا اكون شخص كويس. يبقى هنا لو جالك قال لك اتكلم عن احد المواضيع اللي موجوده قدامنا زي السيلف ديسكفري او يور بيرسونال ايدنتي او الاونستي او السيلف كونفيدنت او الفاليوز ان لايف، معاك الموضوع ده هيمشي معاهم كلهم. تعال بقى نشوف مع بعض الموضوع اللي بعده. عندنا الموضوع اللي بعده قال لك مين؟ قال لك جود كوميونيكيشن، التواصل الجيد. The role of parents in life، دور اولياء الامور او الاب والام في الحياه. A good experience، تجربة كويسة. Staying close، ان احنا نفضل قريبين من بعض. فعندنا الموضوع ده هيتناسب مع المواضيع دي كلها. عندك هنا بيقول لك ايه؟ قال لك I have good communication with my parents، انا عندي تواصل جيد مع my parents، والدي. and my family، واسرتي. I like to talk to them، بحب ان انا اتكلم معاهم. and tell them، واقول لهم about my day at school، واحكي لهم عن يومي فين؟ في المدرسة. My parents listen to me، أبويا وأمي بيسمعوا لي. and help me، وبيساعدوني when I have a problem، لما بيكون عندي مشكلة. They teach me، بيعلموني how to speak kindly، أبويا وأمي بيعلموني إن أنا أتكلم kindly، بلطف أو بطيبة. and listen to others، وإن أنا أسمع الآخرين. This helps me make friends، وده بيساعدني ان انا make friends، اكون اصدقاء او اتصاحب على ناس جديدة. and feel happy، واحس ان انا سعيد. My parents have an important role in my life، البيرنتس عندي اللي هم والدي ليهم important role، دور مهم in my life، في حياتي. because they care about، لان هم بيهتموا about me، بيهتموا بيا. and help me، وبيساعدوني learn good things، وبيساعدوني ان انا اتعلم اشياء كويسه. one good experience، تجربه كويسه. قال لك I had، ان انا عملتها. was when my parents helped me، لما والدي ساعدوني. with my homework، لما ساعدوني في الواجب بتاعي. I felt happy and proud، حسيت ان انا happy، سعيد، و proud of myself، فخور بنفسي. we talked together and laughed، اتكلمنا مع بعض وضحكنا. This made me feel safe، وده خلاني احس ان انا امن and loved، ومحبوب.
الجود كوميونيكيشن ميكس ماي لايف بيتر، التواصل الجيد بيخلي حياتي احسن. and helps me become a good child، وبيخليني ان اكون good child، طفل كويس، او انت كبرت تخليني teenager. يبقى قال لك اتكلم عن الجود كوميونيكيشن، the role of parents in life، قال لك a good experience، staying close. عندك دي كلها المواضيع دي ينفع معاها الموضوع ده معانا. تمام. طيب تعال نشوف الموضوع اللي بعده. عندنا مين؟ عندك هنا قال لك the benefits of AI. benefits اللي هي معناها فوائد الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. او قال لك اتكلم عن a robot teacher اللي هو مدرس روبوت، او السمارت روبوتس and the future، الروبوتات الذكيه والمستقبل. تعال نشوف مع بعض هنقول ايه في الموضوع ده. عندك هنا قال لك AI اللي هو الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، قال لك is very helpful in our life، قال لك ان هو مفيد جدا في حياتنا. it helps people learn، بيساعد الناس ان هي تتعلم and do many things، ويعملوا اشياء كتيره easily، بسهوله. السمارت روبوتس، الروبوتات الذكيه، مالها؟ قال لك can help teachers، تقدر ان هي تساعد المدرسين and students in school، وتساعد المدرسين والطلبه في المدرسه. A robot teacher، المدرس الروبوت، can explain lessons، يقدر ان هو يشرح الدروس in a fun way، بطريقه ممتعه. and help students، ويساعد الطلبه understand better، يفهموا بطريقه افضل. robots do not get tired، الروبوتات يا اولاد ما بتتعبش. قال لك and can help many students، وتقدر تساعد طلبه كتيره at the same time، في نفس الوقت. in the future، في المستقبل، السمارت روبوتس will help doctors، الروبوتات الذكيه هتساعد الدكاتره والteachers and workers، العمال. they will make life، هيخلوا الحياه easier، اسهل، and faster، اسرع. AI can help us learn new things، ال AI الذكاء الاصطناعي هيساعدنا ان احنا نتعلم حاجات جديدة، solve problems، نحل مشاكل، and save time، ونوفر الوقت. I like robots، بحب الروبوتات because they are smart، لان هي ذكية، and useful، مفيدة. We should use AI in a good way، المفروض ان احنا نستخدم ال AI او الذكاء الاصطناعي بطريقة كويسة to help people، عشان نساعد الناس. and make the future better، ونخلي المستقبل افضل for everyone، لكل شخص. يبقى قال لك اتكلم عن البنفيتس اوف AI او الروبوت تيتشر او السمارت روبوتس and the future. معاك الموضوع ده يا باشا هيمشي مع كله. تمام. طيب تعال نشوف بقى الموضوع اللي بعده. عندك قال لك اتكلم عن مين؟ قال لك اتكلم عن التكنولوجي، اتكلم عن التكنولوجيا. قال لك بالانسنج يور سكرين تايم، انك تعمل موازنه لوقت الشاشه. قال لك اتكلم عن الموبايلز، اتكلم عن الموبايلات. قال لك اتكلم عن الانترنت، السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي. معاك الموضوع ده هينفع معاهم كلهم. هنا بيقول لك ايه؟ قال لك تكنولوجي از بارت اوف اور لايف، التكنولوجيا جزء من حياتنا. وي يوز موبايلز، بنستخدم موبايلات، اند ذا انترنت افري داي، والانترنت كل يوم. تو ليرن، عشان نتعلم، اند هاف فن، ونستمتع. I use my mobile، بستخدم الموبايل بتاعي to watch videos، عشان اتفرج على فيديوهات. play games، العب العاب. and talk to my family، واتكلم مع اسرتي. social media helps people، السوشيال ميديا بتساعد الناس ان هم يعملوا ايه؟ talk to friends، يتكلموا مع الاصدقاء. and share good things، ويشاركوا الاشياء الجيده. but we must balance، لكن احنا لازم نوازن our screen time، نوازن وقت الشاشه بتاعنا. using the screen for a long time، انك تستخدم الشاشة لوقت طويل is not good for our eyes، مش كويس عشان الايز or health، مش كويس على عينينا ولا الهيلث، صحتنا. my parents help me choose the right time، ابويا وامي او والدي بيساعدوني ان انا اختار الوقت الصح to use the mobile، عشان استخدم الموبايل. I also like to play، وانا ايضا بحب ان انا العب، read، اقرا، and spend time with my family، واقضي وقت مع اسرتي. The internet is useful، الانترنت مفيد. قال لك when، لما او عندما we use it in a good and safe way، لما بستخدمه بطريقه كويسه وامنه. balancing screen time، ان احنا نوازن في وقت الشاشه. helps me stay happy، بيساعدني ان انا اكون سعيد. healthy، صحه كويسه. and active، واكون نشيط every day. ادي ده الموضوع بتاعنا. لو قال لك اتكلم عن مين؟ تكنولوجي او بالانسنج يور سكرين تايم او الموبايلز او زي انترنت او سوشيال ميديا. تعال بقى نشوف الموضوع اللي قبل الاخير عندنا. قال لك ذا ديزاين ثينكينج، التفكير التصميمي، او هيلبنج نيو ستودنتس، مساعده طلبه جديده.
طيب هنتكلم هنقول ايه في الموضوع ده؟ عندك هنا قال لك ديزاين ثينكينج، التفكير التصميمي، هيلبز اس بيساعدنا ان احنا think in a good and simple way، بيساعدنا ان احنا نفكر بطريقه كويسه وبسيطه. It teaches us بيعلمنا ايه؟ to think about problems، ان احنا نفكر في المشاكل and find easy solutions، وان احنا نلاقي حلول سهله. At school في المدرسه I like to help new students، في المدرسه بحب ان انا اساعد الطلبه الجديده. feel happy، ان هم يحسوا ان هم سعداء and safe آمنين. When a new student comes، قال لك لما new student comes طالب جديد بيجي I talk to him and show him the classroom، بتكلم معاه وبوري له الكلاس روم الفصل. I help him know his teacher، بساعده ان هو يعرف المدرس بتاعه and friends والأصدقاء. I listen to him، بسمع له and understand how he feels، وافهم هو ازاي بيحس او حاسس بايه. This is part of design thinking، وده جزء من التفكير التصميمي. قال لك because we think about others، لان احنا بنفكر في الاخرين and help them، وبنساعدهم. helping new students، ان احنا نساعد الطلبه الجديده makes school a better place، بيخلي المدرسه مكان افضل. I feel happy when I help someone، بحس ان انا سعيد لما بساعد someone، اساعد حد ايه او شخص ما. and make him smile، وخليه يبتسم. when we think kindly، لما نفكر بطيبه او بلطف. قال لك and help others، ونساعد الاخرين، ايه اللي هيحصل؟ قال لك we can solve problems، نقدر نحل المشاكل and make everyone، ونخلي كل واحد feel welcome، يحس ان هو مرحب بيه and loved at school، ومحبوب في المدرسه. يبقى هنا قال لك the design thinking او helping new students، اديله الموضوع ده. تمام؟ تعال بقى نشوف اخر موضوع عندنا بيتكلم عن ايه. قال لك اتكلم عن reading stories، قرايه القصص. a story you like، قصه انت بتحبها. your favorite hobby، هوايتك المفضله. spending your time، ان ازاي بتقضي الوقت بتاعك او قضاء وقتك. فعندنا الموضوع ده هينفع معاهم. تمام؟ تعال نشوف الموضوع ده بيتكلم عن ايه. قال لك reading stories is my favorite hobby، قرايه القصص هي مالها؟ هوايتي المفضله. I like to read stories، بحب ان انا اقرا القصص every day، كل يوم. because they are fun، لان هي مالها؟ ممتعه. and useful، مفيده. I read stories at home، بقرا القصص فين؟ في البيت. before I sleep or after I finish، قبل ما انام او بعد ما اخلص my homework، الواجب بتاعي. My favorite story is about a kind boy، القصه المفضله بتاعتي عن ولد طيب. الولد الطيب ده ماله؟ قال لك who helps his friends، كان بيساعد مين؟ اصدقائه. I like this story because it teaches me to be good، أنا بحب القصة دي لأن هي بتعلمني إن أنا أكون كويس and helpful، متعاون. Reading stories helps me، قراية القصص بتساعدني إن أنا learn new words، إن أنا أتعلم كلمات جديدة and ideas، وأفكار جديدة. Every day، كل يوم I try to spend my time، بحاول إن أنا أقضي وقتي. قال لك in a good way، بطريقة جيدة. I read، بقرا، وبلاي، بلعب and help my family، وبساعد أسرتي. I do not waste my time، ما بضيعش وقتي on bad things، في الأشياء اللي مش كويسة أو الحاجات الوحشة. Reading makes me happy، القراية بتخليني سعيد and helps me learn more، وبتساعدني إن أتعلم أكتر. I enjoy my time، وبستمتع بالوقت بتاعي when I read stories، لما بقرا القصص and do my favorite hobby، ومارس الهواية المفضلة بتاعتي every day، كل يوم. يبقى عندك الموضوع ده. قال لك reading stories، a story you like، your favorite hobby، spending your time. عندك الموضوع ده شغال مع كله يا باشا. يبقى انا اديتك بالظبط 6 مواضيع شغالة مع اكتر من موضوع، كل موضوع هتلاقيه ماشي مثلا مع 4 مواضيع، يعني 6 في 4 بحوالي 24 موضوع. يبقى انت لخصت القصة على نفسك. ما تنساش تعمل سيف للفيديو وتراجعه قبل الامتحان وتشيره مع اصحابك.